واهني الجهاز الفني والطبي والاداري لفريق نادي الزمالك، واهني اللعيبه المحترمه الرجاله. عندنا 4 موضوعات قبل الثانيه ومهمين جدا. اول حاجه انا قايل النهارده في جريده المسا المحترمه في صفحه 14: الاهلي يتمسك برمضان صبحي في القمه ويرفض ضم المنتخب الشباب. السيد كده الدكتور مروان صالح اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكوره انه يرفض ضم اللاعب لمنتخب الشباب. لا يا سيدي يا اخوانجي، دي مصر. بصرف النظر بقى تاخد دوري الزمالك ياخد الدوري، دي مصر يا حبيبي. انت اخوانجي وقبلناك، انما شغل البلطجه ده مش هيبقى في مصر هنا. ما اعتقدش ان الاستاذ محمود طاهر الوطني المحترم هيقبل هو مجلس ادارته بهذا العبط والتهريج. لا، منتخب مصر اهم من الزمالك، ومنتخب مصر اهم من الاهلي، ومنتخب مصر اهم من الدوري. والا اولادنا اللي بيموتوا دلوقتي في سينا دول بيموتوا عشان مين؟ يستشهدوا كل يوم ضباط وعساكر ومواطنين عاديين. مش عشان مصر يا سيد يا اخوانجي. مش فاهم انت اشتغلت ازاي في النادي الاهلي؟ انت بتسيء للنادي الاهلي الكلام ده. انت مش هتضم لاعب للمنتخب عشان ماتش كوره محلي؟ يعني انت عندك النادي الاهلي اهم من مصر؟ لا انا اسف، لا، النادي الاهلي فوق الزمالك واهم من الزمالك. دي مصر يا اخي اللي عملتك بني ادم. فالكلام العبث ده عبث، ولا يجوز ان يصدر من حد في النادي الاهلي المحترم. احنا بنتكلم عن النادي بقى الوطنيه بقى، ده نادي سعد زغلول ولا انت مش عارف يا عبد الحفيظ افندي؟ لا، ده النادي اللي كان بيحكمه في يوم من الايام صالح سليم والفريق مرتجي، راجل من قيادات الجيش المحترمه. يعني لو مرتجي عايش دلوقتي اقسم بالله العظيم كان علقك من رجليك، لان دي مصر. صرف النظر بقى الماتش يتعمل ما يتعملش، نكسب تكسب دوري يروح يجي مش